في عملية نفسية معينة كده احنا ممكن نستخدمها علشان نحول أي شعور سلبي. مش بحب أقول سلبي لأن مفيش حاجة اسمها مشاعر سلبية، ولكن رصده أي شعور بيوجع نقدر نحولها إلى إحساس من السلام. وأهم من كده نقدر نستخدم الألم والوجع ده لأن وعينا يرتفع أو يتعمق أكتر. فتخيل معايا كده لو أنت بقيت قادر إن أي حاجة توجعك نفسيا تحولها لنمو أو لوعي، والوعي ده طبعا بيخليك تدرك حاجات ما كنتش فاهمها قبل كده، ويخلي حياتك تتغير وهكذا. انت مش متخيل معايا نوعية حياتك هتتغير ازاي لو انت اتعلمت الطريقة دي. اول حاجة، اول رد فعل تلقائي بيطلع مننا اول ما نلاقي احساس بيوجع جوانا هو اننا نحاول ازاي نتخلص منه. لما تلاقي نفسك حاسس باحساس بيوجع، في طريقة بقى اللي انا بقولك عليها من اول الفيديو، هي انك تاخد الاحساس ده تعمل منه شيء رائع. يعني انا دلوقتي بدل ما افكر ازاي اتخلص من الخوف ده، لا، حاول كده معايا انك تسأل نفسك هو مين اللي خايف. حاول كده تسمع لعقلك او لحد كده معين او صوت معين جواك. ممكن تلاقيه زي صوت طفل بيعيط وبيبكي ومرعوب. الطفل ده اللي جواك هو انت وانت صغير. مش محتاجك تقتنع او تصدق عمياني كده انا بقوله لك، لا، انا عايزك بس تختبر. يعني انا دلوقتي حاسس ان انا خفت فجأة، بدل ما اعمل رد فعل تلقائي ان انا عايز ابطل اخاف اروح اشغل نفسي بقى في اي حاجة تانية تضيع لي او تغطي على الاحساس ده، لا، ابدأ اسمع للكلام طفولي اللي الشعور ده بيقوله، وركز على الاحساس، مش بانك ازاي تتخلص منه، لا، ركز عليه بمعنى تحاول تشوفه مثلا هو في انهي جزء في جسمك، مثلا في قلبك من هنا ولا في جسمك كله ولا في جزء معين. وشوف، حاول تسمع اذا كان في افكار شغالة مع الشعور. وزي ما بقول لك هتلاقي ان الافكار اللي شغالة مع الاحساس بالخوف ده، لو انا خايف لحسن حاجة ممكن تحصل، وكأنه صوت طفل جواك. العملية دي ان انا فجأة بدل ما كنت انا فاكر ان الخوف ده حاجة جوايا فانا لازم اهرب، انا لازم اغطي الاحساس ده، لا، اروح بانتباهي وبوعي ناحية الحاجة المؤلمة دي، واسمع وانتبه وخد الموضوع كأنك بتطمن عيل صغير. لان في الحقيقة انت لما تعمل الموضوع ده، لما تبص فترة على المشاعر اللي جواك، انا حاسس برعب مثلا، صاحي الصبح من النوم حاسس برعب، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل النهارده؟ فكره جت في دماغك ان يا ترى لو حاجه وحشه حصلت النهارده، وحاسس انك مرعوب مع ان مفيش حاجه تستدعي ده، بس انت فاكر لقيت نفسك حاسس كده. روح بقى بتركيزك وانتباهك بوعيك كده جواك واسال انت زعلان من ايه. ممكن تقول الكلام ده بشكل منطوق، يعني بصوت عالي او بصوت واطي جواك. يعني اساله، ولما تسال هتسمع رد، هتسمع صوت بيرد عليك. قول له بس انت خايف من ايه، وشوف هيرد عليك يقول لك ايه. الحالة دي انت لو وصلت لها هتبدأ انت تدرك نفسك الحقيقية كوعي منفصل عن المشاعر اللي جواك. ده تلقائيا هتلاقي فجأة كده المشاعر هبطت، سواء كانت غضب او سواء كانت مشاعر خوف او قلق او ايا كان. فلو انت بيتواجهك مشاكل الخوف دي باستمرار، معنى كده ان في مكون في عقلك محبوس من زمان جدا، ايام ما انت كنت طفل، ايام ما انت كنت خايف من حاجة، وهو لسه المكون اللي في عقلك ده او الطفل اللي جواك ده هو لسه خايف، لسه الخوف ده جواك. فلما الاحساس يطلع يبدأ العقل يطلع له اي تفسيرات غير منطقية، بس هو انت خايف عشان كده. طبعا ده كله بيكون وهم، هو بس كان شعور كان مكتوم جواك وطلع. فانت بتاخد الشعور ده فبتقول له انا شايفك، وكأنك بتحضن من جواك الطفل ده. جرب، مش هتخسر حاجة. اقعد لوحدك النهاردة وجرب. يستحسن لو لوحدك مثلا في اخر الليل او في بداية اليوم، بحيث تكون انت عقلك لسه في حالة هادية كده ومش مشتت. لما تعمل كده مع كل مشاعرك السلبية، فجأة انت هتلاقي نفسك
مستمتع وانت حاسس بالوجع، لان انا واخد الموضوع كتمرين نفسي. وزي ما اي تمرين بدني عبارة عن اني مثلا بعمل مقاومة لجسمي، يعني بخلي جسمي يعمل مجهود كبير جدا، بخليه مثلا يقاوم الجاذبية، يشيل حمل تقيل مثلا، فده بيقوي جسمي. نفس الموضوع بنعمله بالظبط بس نفسيا. انا حاسس بخوف، فبدل ما اخلي الخوف يجذبني وخلاص بقى اسيب نفسي للخوف بقى واسيب نفسي لدماغي والافكار السلبية، لا، احاول ان انا اقف واشاهد الخوف ده واقاوم الجاذبية بتاعته، واقول له تعالى بس انت خايف من ايه، وابدا انتبه. فيتحول هنا الخوف او الشعور السلبي لمعلم. فالخوف ده بقى لما يبدا يتعافى او يتشافى بالطريقة دي، مكان الطاقة دي اللي كانت طاقة خوف هتتحول تبقى طاقة سلام أو هدوء. مرة بعد تانية تلاقي نفسك خلاص مبقاش الخوف اللي من غير سبب ده يجيلك، والخوف اللي بسبب بقى يجيلك فترة صغيرة جدا ويروح عادي. فدي الطريقة اللي حبيت أكلمك عليها في الفيديو ده، اللي من خلالها أنت ممكن تحول أي شعور سلبي لإحساس رائع ووعي أعلى. فأتمنى يكون الطريقة دي أنت بعد ما تطبقها تلاقيها مفيدة، فنبطل بقى نحس بخوف من غير سبب، ويزيد السلام والهدوء والراحة في حياتنا. أنا نادر رجب، ولو أنت شايف إن المحتوى ده أنت حابه وحابب تشوف منه أكتر، فياريت تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر أكتر، واعمل شير لأي حد تعرفه خايف طول الوقت، واشترك في القناة علشان ما يفوتكش الفيديوهات اللي جاية. أنا نادر رجب، أشكرك جدا جدا على المشاهدة، وأشوفكم على خير وسلام.